السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم كشري الحلة الواحدة. معانا عدس انا نقعيه بقاله 3 ساعات، وده بصل مقطعه شرايح صغيرة كده، والطماطم دي انا فرماها في الخلاط وغليها، ومعايا مكرونة صغيرة ومكرونة اسباجيتي وقرنين شطة. هنعمل البصل الاول عشان الزيت بتاعه هنستخدم بيه كل الصلصة والرز وكل حاجة. حطينا البصل ونحط عليه شوية دقيق ونقلبه كويس قوي، وهكون حاطين طاسة على النار تسخن فيها زيت يعني زيادة شوية عشان البصلة ما تتحرقش. والله الطريقة دي جميلة قوي، جربيها ان شاء الله الطريقة هتعجبك. دلوقتي حطينا العدس يتسلق اهو، حطينا طاسة زيت قدح اهو، هحط فيها البصل بس مش كتير، هتحطي على قد الطاسة بس. خليه رأسه يعني خفيف مش كتير عشان يبقى مقرمش ونشف. هو انتي ما تفضليش تقلبي فيه باستمرار، هو انتي اول ما ياخد اللون الذهبي من تحت بتقلبيه الناحية التانية. وحطيت معلقة ملح للعدس، وكده اخد اللون الذهبي وكده كويس قوي. هنطلعه بقى على كده، وده شكل بعد ما طلعناه مقرمش وجميل اهو. حطينا شوية زيت في الحلة من بتاع اللي كنا قاليين فيه البصل، نحط شوية كمان، ننزل بشوية شعرية، وهنفضل نقلبها كويس اوي لحد ما تحمر معانا. هو هنا انا مش بعمل يعني بطريقة كوباية او تحطي بمعيار معين او كده، انا بحط زي ما تيجي معايا كده بالبركة. هي كل حاجة بعملها كده، مش بعملها بمعيار يعني. نقلبها كويس قوي. العدس استوى معانا ما اخدش دي حوالي 5 دقايق على النار عشان كان مسلوق. هي خلاص بدأ يحمر معانا اهو. دي كده جميلة قوي، هننزل عليها بالرز. هنبدأ نشوحه في الشعرية لحد ما ياخد اللون الابيض قوي ده، عشان الرز يفضل مفلفل معانا ما يبقاش معجن. هنفضل نقلب فيها شوية كده بتاع حوالي 3 دقايق. وهننزل عليها بالشعرية الصغيرة، نشوحها شوية برضو مع الرز والشعرية كده، نفضل نشوح فيها شوية. وحاطين مية تغلي عشان نزود بيها الرز والمكرونة كده عشان ما تاخدش وقت، كنت مستعجلة ما تاخدش معانا وقت.
هنحط المكرونة اسباجيتي كده. وهننزل بالمية عشان المية سخنة مطلعة بخار جامد اوي. يعني انت هتغطي المكرونة زيادة بعديها بحاجة بسيطة خالص، هي كده انا مغطيها بالظبط اهو، وهو كده كان المعيار بالظبط. شوية ملح ومكعب مرقة وهنقلبها كويس قوي ونغطي عليها ونسيبها تستوي. كانت محتاجة شوية ملح صغيرين. دلوقتي هنعمل مع بعض الصلصة جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا، احلى من بتاعة المحلات. حطيت شوية زيت ونزلت عليهم بالصلصة، هي الصلصة دي كانت متسبكة قبل كده مصفياها. هي كده اتشربت المية معانا اهي، هنوطي عليها ونسيبها بقى تستوي براحتها. دي غليت معانا، هنعمل الطشة بتاعتها. حطينا طاسة فيها زيت، دول كان الزيت الفاضل من مكان البصل حطيتهم. كنت بتاع حوالي 6 7 فصوص توم، فرمهم كويس، حطيتهم كده في الطاسة، وحطيت شوية كزبرة وكمون، فلفل اسود وشوية شطة. نقلبها كويس اوي، هنشوف الطشة مع بعض تبقى عاملة ازاي. احلى طشة بتاعت الكشري كده. خلاص خدت اللون، خدت التومة خدت اللون الذهبي، خلاص كده جميل قوي. نحط حوالي معلقتين خل. شفتوا الطشة؟ نحط قرن شطة كده ومكعب شوربة، فلفل اسود وكمون وشطة حمرا وملح. كل التوابل اللي عندك تحبي تحطيها حطيها. دي معلقة سكر عشان تشيل الحموضة من الطماطم. دي معلقة ملح كبيرة. هي كده جاهزة معانا، هنسيبها بس دقيقة واحدة على النار، بعد كده هنطفي عليها. والرز والمكرونة استووا معانا.
هحط لها معلقتين صلصة بس عشان تحمر شوية كمان، هي رغم هي حمرا جدا بس هحط لها كمان معلقتين صلصة. هنعمل الدقة، انا بحبها كده وبحب اشربها كده من غير كشري ولا حاجة. شوية مية ونحط فيهم معلقة توم ومكعب شوربة، شوية خل، شوية فلفل اسود، وشوية كمون، وشوية شطة حمرا، وشوية ملح، ونص ليمونة، وشوية خل. اشربي احلى دقة، احلى من بتاعة المحلات. نسيبها تغلي غلوة ونطفي عليها. واحنا كده خلصنا الكشري كله. هنشوف بقى الرز والمكرونة كده استووا معانا ومفلفلين اهو. بصي، مش لازق في بعض ولا من فوق ولا من تحت ولا اي حاجة، مستوي وجميل خالص اهو. حطيتلوش ولا نقطة مية تانية غير اللي انا حطيته قداميكو. ودي الصلصة كده والدقة وكده، الكشري خلص معانا. جربيه يا رب يعجبكم. وده شكله بعد ما خلص. شكرا.